بعد حالة تشاورية بين عدد كبير من المثقفين والسياسيين من أبرزهم المهندس نجيب ساويرس، استقروا على إطلاق حزب ليبرالي جديد هو حزب المصريين الأحرار. أول حزب ذو مرجعية غير دينية يقدم أوراقه للجنة الأحزاب. دي أول مرة في مصر الواحد يفتخر بأنه من الحزب أو أنه هو في حزب، لأنه عنده أمل بالفعل أن المسيرة جاية مسيرة ديمقراطية حقيقية. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة أمور البلاد الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. Before the Arab Spring, President thought they were bombs. احنا بنقول حزب المصريين الأحرار أجمل ما فيه إنه زي ما كان حزب الوفد هو العباية الوطنية لثورة 19، أنا دلوقتي بشوف في حزب المصريين الأحرار إن هو العباية الوطنية لثورة 25 و30 اللي هم بنعتبرهم ثورة واحدة. وبدأت المعركة الانتخابية الحقيقية، وبنناشد الشعب المصري إنه يختار صح. أنا ما نفسي في حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، يعني نفسي من كل الموال ده، نفسي أغمض عيني كده 5 سنين وأفتحها ما ألاقيش ولا واحد فقير في مصر.